عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الشيف شكور إبراهيم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم لي تارتو سيترون. لي تارتو سيترون كيخصنا ليمول الفورما، هاد الفورما ولا فورما أخرى، الفورما اللي عجبتكم نتوما. كيخصنا لا كريم والسيترون. لا كريم والسيترون راه عندنا في القناة مصوب. كيخصنا لا بات الصابلي. لا بات الصابلي ها هي. لا بات الصابلي راه وريتكم الطريقة اللي باش تصوبوها. غادي نسرحو لي تارت ديالنا بهاد الطريقة. لاباط ديالنا غادي نصلحوها بهاد الطريقة، وغادي نقطعو بواحد البوركياس كبير دوائر بحال هادو، دوائر بحال هاد الشكل. غادي نقطعو دوائر ونكملو العجين ديالنا كامل. ليمول ديالنا بهاد الطريقة، نقادو ليهم الجنبات على هاد الشكل. هكا نحاولو نقادوهم هكا. عندي غليظ غنحيد له هاد الجزء هكا. ندير العجين ديالي مزيان. ملي نقادو كنجيب العجين ديالي الا بغيت نزوقو كنزيد ليه الزوق بحال هكا. كنعطيه نديرو توش. كنعطيه الفرن بحال هكاك. طارت لي فونطار ديالنا ها هما، غندخلوهم للفران لدرجة الحرارة 180 درجة. صوبنا لي فون ديالنا كنعمروهم بلا كريم السيترون بحال هكا بهاد الطريقة. هذه هي الروسيت ديال كريم السيترون اللي وريناكم البارح. نعمرو جميع لي فون ديالنا. ها لي طارت ديالنا مصوبين من لاباط الصابلي ولا كريم السيترون. الان غادي خصنا الميرانغ ايطاليان. الميرانغ ايطاليان هو هذا طايب، كيتسمى طايب لانه السكر فاش صوبناه طيبناه. غادي ناخذ واحد البوش حلواني وناخذ الميرانغ ديالنا ايطاليان بحال هكا. غادي نعمرو داك البوش ديالنا داكشي اللي بغينا ديال الميرانغ هكا. نجيو لي طار ديالنا كنزوقوهم من الفوق بهاد الطريقة. ها نتوما كتشوفوا ماشي ميرانغ عادي هذا، لان كاين الميرانغ عادي وكاين الميرانغ ايطاليان. هذا ديجا طايب وكيجي تريليس. هانتوما كتشوفوا كنزوقو لاطار ديالنا بهاد الطريقة. هاد الميرانغ كيجي شوية تريليس بحال هكا. طولي كنزوقو به الميرانغ ديالنا بحال هاد الطريقة. هانتوما كتشوفوا هادو مبقاوش كيدوزو في الفران، كيجيو بحال هكا، كيجيو في الفينال ديالهم. هما لي طارتو السيترون ديالنا بعد ما ديكوريناهم بالميرانغ، ضربناهم بان بتي شاليمو الفوق. اللي ما عندوش شاليمو يدخلهم للفران شويه
يتشوطوا شويه من الفوق ويخرجهم. واحسن بالشاليمو لان الميرانك ديالنا طايب، ما كيحتاج شيء يدخل الفران يطيب مازال. هذا هو الديكور ديالهم. نتمنى هاد لي طارت السيترون يكون يعجبكم. كيتداروا بطريقه اخرى، كيتداروا بطريقه الميرانك العادي اللي كنديروا البيض ديال البلوندوف، البيض ديال البيض، وكنخويو عليه السنيده وكنطربوه بالطراب حتى كيطلع، كنديروه فوق لي طارت وكندخلوه للفران. هذاك خصك تدخلوه للفران، علاش؟ لان ما طايبش داك الميرانك، كيتسمى ميرانك بالبيض ديال البيض والسنيده. هذا السكر طايب 113 درجه ديال الحراره، يعني راه مميز. نتمنى هذه الوصفه تعجبكم، ونتمنى منكم تشجعونا وتشجعوا القناه ديالنا، وحنا الحمد لله رانا اشارتكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.